أهلا بكم يا فريقي الرائع في هذا الشرح التوضيحي. معكم المدرب سامي أحمد. نجتمع اليوم لتفكيك استراتيجية طالما تم تهميشها في عالم الأعمال. العالم يطبل دائما للبدايات المبكرة صحيح؟ لكن المعطيات والمصادر التي بين أيدينا اليوم تثبت العكس تماما. الثروة الحقيقية والنجاح الاستثماري الصلب يبدأ بقوة بعد سن 50. دعونا نغوص في التفاصيل ونكتشف كيف نستثمر عقودا من الخبرة لتحقيق استقلال مالي حقيقي. حسناً، فكروا معي في هذا السيناريو. من هو الأكثر قدرة على بناء ثروة حقيقية؟ هل هو شخص في 50 مثقل برهن عقاري والتزامات عائلية؟ أم شاب في 20 يملك فكرة لتطبيق ذكي؟ الإعلام سيصرخ بملء فيه قائلاً الشاب بالتأكيد، لكن الأرقام التي سنراها تكشف مفاجأة مذهلة. الإجابة هي الشخص الذي في 50. لماذا؟ لأن الحكمة المستمدة من التجارب الطويلة هي رأس مال لا يمكن أبداً شراؤه. خطة اللعب اليوم واضحة جدا وتتكون من 6 محطات رئيسية: خرافة ريادة الأعمال للشباب، ثم تحويل الالتزامات إلى نقاط قوة. بعدها سنستعرض 5 نماذج أعمال لمنتصف العمر، وخطة التأسيس ب$1000، ثم ننتقل للتسويق الذكي وإدارة الوقت، ونختم بالتغلب على الحواجز النفسية. نبدأ مباشرة بالقسم الأول: خرافة ريادة الأعمال للشباب وتحطيم وهم وادي السيليكون. 45. هذا ليس مجرد رقم عشوائي يا فريق، هذا هو متوسط عمر مؤسس الشركة الناشئة الناجحة بين أسرع 500 شركة نمواً في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، انسوا تماماً صورة المراهق العبقري في غرفته. الواقع والأرقام يقولان إن من هم في منتصف العمر يبنون شركات تنمو بسرعة صاروخية وبثبات مذهل، والسر عقود من بناء العلاقات الإنسانية ومعرفة حقيقية بمشاكل السوق الفعلية. هذه ببساطة ميزة تنافسية مستحيل أن تشترى. هذا يأخذنا سريعاً إلى القسم الثاني: تحويل الالتزامات إلى نقاط قوة، وكيف يصنع الضغط المالي واقعية لا مثيل لها. هل تظنون أن العائلة والقروض قيود تمنعكم من الانطلاق؟ إطلاقاً. هذه الضغوط تحدد بوصلتنا وتجعلنا أكثر واقعية. الشاب قد يندفع خلف فكرة عابرة، أما نحن فلا وقت لدينا للنزوات. نحن نستثمر في حلول لمشاكل حقيقية. المصادر تقدم لنا 3 تكتيكات هنا. أولاً، المخاطرة المحدودة. لا داعي للاستقالة من وظائفكم. 10 ساعات أسبوعياً لمشروع جانبي تكفي تماماً. ثانياً، الإدارة القصرية للوقت. التركيز العميق ل2 في المساء ينسف إنتاجية يوم كامل من التشتت والضياع. وثالثاً، رأس المال الاجتماعي. استثمار شبكتكم الموثوقة من الزملاء والجيران. هؤلاء هم عملاؤكم الأوائل المضمونون. لننتقل الآن إلى القسم الثالث: 5 نماذج أعمال لمنتصف العمر. دعونا نختار السلاح المناسب للمعركة. لا داعي لاختراع العجلة أو بناء أمازون جديدة لتحقيق الحرية المالية. لدينا هنا كنز استراتيجي من 5 نماذج عملية. الأول، المستشار الخبير، وهو ببساطة تحويل 20 عاماً من خبرتكم المتخصصة إلى دخل مادي مجزي. الثاني، المنتج الرقمي، كالدورات التدريبية وتكلفة إنتاجه وتوزيعه تقارب الصفر. الثالث، المقاول المتخصص، وفيه أرباح هائلة من تقديم خدمات شاقة يتجاهلها الشباب. الرابع، الشراء والإصلاح، حيث تطبقون الإدارة الحديثة على أعمال محلية صغيرة يتقاعد أصحابها. والخامس، الوسيط المحلي، حيث تكونون حلقة الوصل الموثوقة في سوق يفتقد للشفافية. السر هنا يا فريق: اختاروا النموذج الذي يناسب نمط حياتكم اليوم. نصل الآن إلى الجانب المالي في القسم الرابع: خطة التأسيس ب$1000، الدليل المالي الواقعي الصارم. الخوف من التمويل وهم كبير. يظن البعض أننا نحتاج لقروض بمئات الآلاف للبدء، لكن الخطة الميدانية التي نناقشها تنسف تلك الفكرة بميزانية لا تتجاوز $1000، وتعزل مخاطر الإفلاس لتقترب من الصفر. انتبهوا معي جيدا للتوزيع: $100 فقط لتأسيس تواجد بسيط على الإنترنت، $200 لإعلانات تجريبية سريعة تقيس اهتمام السوق الحقيقي، و$300 للأدوات التشغيلية الأساسية، وتبقى $400 نستخدمها بذكاء بالغ لمكافأة أول 3 عملاء تجريبيين مقابل الحصول على شهادات مصورة منهم. هذه الشهادات تبني جدارا لا يخترق من الثقة قبل أن نغوص في أي نفقات إضافية. وهنا وبصفة مدربكم أطرح عليكم هذه القاعدة الذهبية: احفظوها ورددوها دائما. لا تبنوا المستودع قبل أن تبيعوا المنتج. نحن في منتصف العمر قد نقع في فخ البحث عن الكمال خوفا من المظهر غير الاحترافي، فننفق الكثير على التجهيزات قبل أن نحصل على عميل واحد حقيقي.
هذه المقولة الصارمة هي تحذير صريح. ركزوا جهودكم على المبيعات أولاً، وأثبتوا بالدليل القاطع أن هناك من هو مستعد لدفع ماله الفعلي. وتطبيقا حيا لهذه القاعدة يأتي مصطلح نطلق عليه قاعدة العشرة. ما هي؟ إنها المطلب الصارم بجعل 10 أشخاص غرباء تماما يلتزمون بدفع أموال حقيقية لفكرتكم قبل الشروع في بناء أي بنية تحتية. المصدر يذكر قصة رائعة لسيدة بدأت ببيع المربى من مطبخها العادي، وجمعت عشرات الطلبات المدفوعة مسبقا قبل أن تفكر حتى في استئجار مطبخ تجاري. إن لم تدفع لكم 10 وجوه غريبة، فالفكرة بحاجة لإعادة هيكلة فورية. القسم الخامس: التسويق الذكي وإدارة الوقت، أو كما أحب أن أسميه العمل الميداني المنظم. اتركوا وهم التحول إلى مؤثرين يبحثون عن الانتشار السريع. لعبتنا هنا يا فريقي تعتمد على شيء أعمق بكثير: الثقة العميقة. انظروا لهذه البيانات المذهلة. عندما نقارن 100 عميل أتوا عبر إعلانات إنترنت عادية ب500 عميل جاءوا عبر الإحالة والتوصيات، ندرك الفارق الاستراتيجي الجوهري. العملاء الذين يأتون عن طريق إحالة الأصدقاء هم أكثر ولاء واستمرارية بنسبة تصل إلى 400%. التوصية الصادقة تسحق أي إعلان إلكتروني. ركزوا كل جهودكم على تفعيل برامج الإحالة، فهي السلاح الأقوى للشبكة الثقة التي نؤسسها. وكيف ندير الجهد والوقت وسط زحام الحياة؟ الحل يكمن في تقنية النهار المتقطع. لنستعرض هذا الإيقاع العبقري: ساعة واحدة في الصباح الباكر للعمل العميق قبل استيقاظ الجميع، ثم نصف ساعة في استراحة الغداء للتسويق والردود السريعة، وساعتان في المساء بعد هدوء المنزل لتطوير المنتج، وأخيراً نصف ساعة يوم الأحد للتخطيط الأسبوعي. تخيلوا، هذا التوزيع الساحر يخلق حوالي 20 ساعة أسبوعياً من العدم، وتؤكد البيانات أن هذا المعدل المنضبط قادر على بناء دخل جانبي يعادل 70% من الراتب الأساسي خلال 18 شهراً فقط. أمر مذهل حقاً. نصل الآن للمحطة الأخيرة والأهم، القسم السادس: التغلب على الحواجز النفسية، التهيئة الذهنية للنجاح والواقع. المعركة الحقيقية يا فريق ليست أبداً في السوق المفتوح، بل في عقولنا نحن. هناك عدوان لدودان يتربصان بنا دائماً. الأول هو المقارنة الاجتماعية، ذلك الوهم والشعور بالنقص عند رؤية النجاحات المزيفة والمفلترة للأقران على وسائل التواصل الاجتماعي. والعدو الثاني وهو الأشرس والأكثر تدميراً: الخوف من العار، الرعب المشل من أن نفشل علناً أمام الجيران ودائرة المعارف. كيف ننتصر؟ ببساطة، دونوا انتصاراتكم اليومية مهما صغرت، واكتبوا أسوأ سيناريوهات الفشل بوضوح وواجهوها. ستدركون حينها وبكل يقين أن الفشل هو مجرد بيانات لتحسين المستمر، وليس إدانة مجتمعية قاتلة. ولنرى كيف يعمل هذا النظام المدروس بقوة على أرض الواقع، تأملوا معي قصة جيم الملهمة التي استعرضتها المصادر. في سن 62 استأجر جيم محطة غسيل سيارات كانت تخسر بشدة $800 شهريا فقط. لم يأتي بتكنولوجيا معقدة، بل ركز حصريا على أبسط قواعد خدمة العملاء والنظافة التي أهملها الجميع. وماذا كانت النتيجة؟ بعد 6 أشهر تضاعف الدخل بنسبة 300%. بعد عام واحد اشترى المحطة بالكامل، وفي سن 68 باع هذه الإمبراطورية التجارية بمليوني دولار. الثروة الحقيقية تكمن دائما في التفاصيل البديهية التي يتجاهلها الباحثون عن البريق السريع. نحن نقترب من نهاية هذا الشرح الاستراتيجي، وهذه العبارة العميقة تلخص كل شيء بأروع طريقة. أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن نحاول ونفشل تجاريا، ونظل في سن 65 بنفس الظروف المالية. لكن الأفضل والممكن جدا هو أن نصل إلى 65 ونحن نتمتع بالحرية المالية التامة. التقدم في العمر سيمضي ويحدث بكل الأحوال، فلماذا لا نستثمر هذه الخبرة العظيمة ونبني ثروتنا ونحن في طريقنا؟ ونصل إلى نقطة الحسم في هذا الشرح التوضيحي. بصفة المدرب أطرح عليكم هذا السؤال المحفز للعمل الفوري: ما هو أصغر إجراء مطلق يستغرق تنفيذه أقل من 30 دقيقة ويمكنكم القيام به صباح الغد لتدشين هذه الرحلة العظيمة؟ قد يكون كتابة صفحة تعريفية أو التواصل مع عميل محتمل. لا تنتظروا اللحظة المثالية الخالية من الضغوط، فاللحظة الحالية بكل فوضاها هي الوقت المثالي والوحيد للبدء. أطلقوا صافرة البداية غدا. إلى اللقاء في قمة النجاح يا فريق الرائع، ودائما إلى الأمام.